وكانت المفاجأة اللي نسفت توقعات القضية تماما. قضية فيها لغز كبير حير رجال الشرطة، والجريمة دي هزت مصر في التسعينيات. الساعة 6 الصبح بلغ لقسم شرطة الجيزة. البلاغ ده بيقول ان واحد من المزارعين في القرية وهو رايح الصبح لأرضه الزراعية لقي نص جثة مشوهة لفتاة بجوار أحد الترع، ونصف الجثة ده كان عبارة عن الجزء العلوي وهو الصدر والبطن والذراعين. الناس بتتلم بسرعة، لكن محدش من أهل القرية قدر انه يتعرف على الجثة، وده لأنها كانت مشوهة تماما، ده غير آثار الحرق والتعفن اللي كان باين على الجثة. أهالي القرية اتأكدوا وهم واقفين قدام الجثة ان اللي عمل كده كان هدفه انتقام، وده اللي واضح على حالة الجثة. رجال المباحث بتوصل بسرعة وبالفعل ترفع بصمات الجثة وتفحص المكان، وده علشان يلاقوا أي دليل يساعدهم في القضية. ومع البحث رجال الأمن ما بيلاقوش أي دليل، وساعتها بيتأكدوا ان الجريمة دي تمت في مكان غير المكان اللي لقيوا فيه الجثة. التصوير الجنائي بيصور الجثة ويعمل نشر بأوصاف البنت بهدف انه يسهل على أي حد انه يتعرف عليها. بعدها فريق البحث بيدور في محاضر التغيب، وبالفعل يلاقوا بلاغ متقدم من واحدة اسمها رئيسة، وهي من نفس القرية اللي لقيوا فيها الجثة. رئيسة بتبلغ عن تغيب بنتها جميلة اللي عندها 17 سنة. وقت البلاغ كان قبل العثور على الجثة بيومين، وبالفعل رئيسة تيجي وتتعرف على جثة بنتها. رجال الأمن بتنزل القرية وبتعمل تحريات اللي كشفت عن أول خيط من اللغز، وهي إن جميلة على علاقة مع شاب اسمه محمد رشاد من 2 تقريبا، وإن الشاب ده كان بيتردد على بيت جميلة بحكم الصداقة اللي بينه وبين إخوات جميلة الاتنين محمود ونور، وبالأخص محمود. وبسؤال أهل القرية عن طبيعة العلاقة اللي بين المجني عليها ومحمد رشاد، قدروا إنهم يعرفوا من صديقة جميلة بإن جميلة ومحمد رشاد كانوا متجوزين عرفي من غير ما أهل محمد ولا أهل جميلة يعرفوا. وبالفعل يتم التحقيق مع عيلة جميلة، وأثناء التحقيق عيلة جميلة بتوجه اتهامها بصورة مباشرة لمحمد رشاد، وإن هو اللي قتل بنتهم جميلة. وأكدوا كمان إن محمد رشاد كان موجود في البيت عندهم يوم الجريمة، ولما جميلة خرجت علشان تروح السوق محمد رشاد خرج بعدها مباشرة وكأنه متعمد إنه يمشي وراها ويتبعها. ده غير إن أهل القرية أكدوا لرجال الشرطة بإنهم شافوا المجني عليها مع محمد يوم الجريمة في أحد الحقول الزراعية. بعدها رجال الأمن بتحط افتراض إنه حصل خلاف بين جميلة ومحمد، والخلاف ده دفع محمد إنه يتخلص من جميلة، وبالفعل يتم عمل تحريات عن محمد رشاد. فريق البحث بيعمل نشرة بأوصاف محمد ويرصدها على أجهزة الكمبيوتر اللي ظهرت إنه مسجل خطر ومتهم في قضايا مخدرات. وبالبحث عن محمد رشاد في كافة أنحاء الجمهورية رجال الأمن ما تلاقيش ليه أثر، وكأنه فص ملح وداب. وفي الوقت ده فريق البحث كان لسه شغال في معاينة وفحص المكان اللي لقيوا فيه الجثة، بهدف إنهم يلاقوا النص الثاني من الجثة أو يلاقوا دليل يساعدهم في القضية اللي أصبحت شبه مستحيلة، خصوصا بعد تغيب المشتبه فيه وهو محمد رشاد. وفي اليوم الثالث من البحث في مسرح الجريمة يستعين رجال الأمن بالكلاب البوليسية، وهنا الصدمة. رجال الأمن بيتفاجئوا بالعثور على جثة كاملة شبه متحللة مدفونة في أحد الحقول الزراعية في مكان قريب من المكان اللي لقيوا فيه نص الجثة، وعلى الفور بيتم نقل الجثة للمعمل الجنائي اللي عمل تحليل عينة من الجثة. وكانت المفاجأة اللي نسفت توقعات القضية تماما، وهي ان الجثة دي هي جثة محمد رشاد، وان الشخص اللي شبه فيه فريق البحث لقيوا جثة مقتولة، ومسار القضية بيتحول لاتجاه تاني خالص. وبعد ما لقيوا محمد رشاد جثة تم عمل تحريات في القضية دي من اول وجديد. وبسؤال اهل القرية قدروا يعرفوا من احد المزارعين ان كان في مشاجرة قبل الواقعة بيوم بين محمد رشاد واخوات المجني عليها الاثنين، وساعتها شكوك رجال الامن بتدور حوالين اخوات المجني عليها الاثنين محمود ونور. لكن ساعتها رجال الامن بيكتشفوا ان محمود اخو المجني عليها الكبير مختفي من يوم الواقعه. واثناء التحقيق مع نور وهو اخو المجني عليها الصغير، نور بينكر كل الاتهامات الموجهه ليه، لكن مع الضغط والمواجهه بالادله وشهاده اهل القريه نور بيعترف بالجريمه. نور بيقول لرجال الامن انه يوم الواقعه رجع من الشغل بدري على غير العاده، ولكنه لما رجع اتفاجئ بمحمد رشاد قاعد عندهم في البيت. وساعتها نور بيسال والدته عن سبب زياره محمد رشاد، والدته بتقول له انه جاي علشان يقابل محمود. ساعتها نور استغرب جدا، وده لان محمد عارف ان محمود في الوقت ده بيكون في الشغل، وده خلى نور يشك في محمد رشاد وان سبب الزياره دي مش علشان يقابل محمود. واثناء محمد رشاد ما كان قاعد، جميله تخرج من البيت بحجه انها نازله السوق علشان تشتري حاجات، وبعدها بنص ساعه محمد رشاد يستأذن من نور ووالدته بحجه ان محمود هيتاخر وانه هيعدي عليه في وقت تاني. وبالفعل محمد رشاد يمشي، وعلشان نور من البدايه هو شاكك في محمد، نور يمشي ورا محمد لحد ما وصل لاحد الحقول بين الزراعات، وهناك اتفاجئ نور بان اخته جميله مستنيه محمد. وبعدها نور بيتبعهم علشان يشوف محمد رشاد واخد اخته جميله وبيدخلوا عشه صغيره موجوده في احد الحقول الزراعيه. ساعتها نور الدم بيغلي في عروقه وما كانش عارف يتصرف ازاي في اللحظه دي. نور خاف يواجههم يقوموا يخلصوا عليهم هما الاثنين. ساعتها نور بيقرر يرجع البيت علشان يجيب اخوه الكبير محمود، وبالفعل يرجع البيت ويلاقي محمود اخوه رجع من الشغل. وساعتها نور بيقول لمحمود بانه صديقه محمد اللي دخله بيته وائتمن على عرضه هو دلوقتي مع اخته جميله
شغاله في العشه. محمود ونور بياخدوا السكينه والساطور ويتوجهوا ناحيه الزراعات، وده كان تقريبا الساعه 6:30 بعد المغرب. محمود ونور لما قربوا من العشه محمد رشاد حس بيهم. ساعتها محمد قام يجري علشان يهرب منهم، وقتها نور دخل على اخته في العشه وقتلها. وفي الوقت ده محمود كان بيجري ورا محمد وبيحاول انه يمسكه، وفي الاخر محمود قدر انه يمسك محمد ويقوم بطعنه عده طعنات ويموت محمد رشاد في الحال. وبعدها محمود بيدفنه في مكانه في احد الحقول الزراعيه، وده يفسر المساحه اللي بين الجثث. وبعدها محمود ونور يقوموا بتمزيق جثه جميله اختهم ودفن كل جزء منها في مكان. اثناء اعترافات نور اكد انه مش ندمان، وانه لو رجع به الوقت هيعمل اللي عمله، وانه هيخلص على جميله بنفس الطريقه. لو رجع الشريط وشفتها في نفس الموقف هتعمل ايه؟ هقتلها لزعري وشرفي. ومش مذكور في اي مصدر الاحكام اللي تم الحكم بيها على الاخين نور ومحمود، ولان مفيش كلام اقدر ان اوصف به الغدر، وللاسف الغدر ما بقاش بيطلع غير من اقرب الناس اللي استأمناهم على بيوتنا واعز مالينا، علشان كده لازم نختار الصديق الصح. بشكرك جدا لو وصلت معايا للوقت ده، وفي النهايه لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوها، وتدعموني بمشاركه ولايك علشان اقدر استمر في تقديم قضايا تانية. اترككم في رعايه الله وامنه.